هلو النهارده معانا فلوج جديد قوي، هو ان انا نازله للجامعه تاني. وطبعا اول حاجه ببداها فيها بيومي هي الصلاه الفجر والشروق، وبعديها بقى بعمل مشروبي المفضل الايس كوفي. انا بحب اعمله قوي قبل ما بنزل، وما يهتليش بال الا لما اعمله غير لما انزل. يا ريت برضو يعني اللي مش عنده ايس كوفي مش لازم يعمل، ممكن يعمل اي حاجه تانية غيره. ودي بقى الحاجات اللي انا بحطها يعني قبل ما بنزل، حاجات سيمبل جدا، فاونديشن مع كونسيلر برضو في نفس الوقت، فرشة تسريح حواجب والبلاشر بتاعتها بس. يلا بينا بقى نحضر الاوتفيت بتاعنا. عايزه اقول لكم ان الاوتفيت ده اصلا جه كده بالصدفه، يعني كنت مطلعه حاجه تانية بس ماشي شغل وزي القمر. يلا بينا. صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتتفرجوا بيه على الفيديو. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا جايلكم فلوج جديد جدا. انا في الجامعه الحمد لله، ونزلت تاني الجامعه. عايزه اقول لكم ان انتوا وحشني قوي ان انا امسك التليفون واعمل مقدمه كده، وبجد بجد وحشتوا. طيب زي ما احنا شايفين كده الجو، بصوا شبوره رهيبه، عشان كده انا لابسه الماسك ده. شبوره رهيبه جدا وتراب فظيع. هنشترها ان شاء الله اليوم ده. وانا نازله بدري شويه، زي ما انتم شفتوا في اول الفلوج نازله من الساعه 6 ولسه واصله حالا الساعه 8. النهارده عندنا يوم خفيف جدا وهروح بدري لان انا جايه اسلم حاجه معينه وهمشي، فان شاء الله يكون يوم لطيف وخفيف عليكم. جماعه شايفين الشبوره عامله ازاي؟ بصوا الساعه 8 الصبح، بصوا مفيش اي ضوء شمس خالص، يا سبحان الله. شايفين طبعا بعيدا عن الرمل والكلام ده، ربنا يستر ان شاء الله اليوم يعدي بسرعه بقى. طيب انا ليه ما كنتش بنزل الجامعه بقالي فتره كتيره شويه، بتاع اسبوع او اسبوعين. اقول لكم لان انا كنت تعبانه شويه، فما كنتش بقدر انزل خالص ولا اروح ولا اجي ولا اعمل اي حاجه. الحمد لله انا بقيت زي الفل. طبعا انا واقفه ليه بعيد كده عشان الورقه اتبلت فبنشفها ولحد ما السكشن يفتح، لان السكشن بيفتح 8:30 والساعه دلوقتي 8. فتابعوا معايا الفيديو بقى يعني لحد الاخر كده، وهنشوف هنعمل ايه النهارده. يا ترى هيبقى في حاجه جديده، يا ترى الدنيا هتمطر، لان زي ما احنا شايفين كده بصوا قلبي بيقول ان هي هتمطر. يعني ان شاء الله تمطر لان انا بحبها تمطر. ومش عارفه بجد بتسلى معاكم والله بدل القعده لوحدي. بصوا اهم حاجه ان انت تبقى اجتماعي جدا. مش عايزه اطول عليكم ومش عايزه اكون رغايه يعني، بس انا حبيتكم والله. خلاص احنا داخلين على 500 اهو، فانتوا بقيتوا عيلتي. فان شاء الله بقى ايه اوصل ل1000 قريب قوي، عشان عيد ميلادي خلاص فاضل له شهر. يا ريت اللي بيشوف الفيديو ده واول مره يا ريت يعمل سبسكرايب للقناه، يعمل لايك وشير وكومنت عشان الفيديو ده يوصل لعدد حلو. مش هقول لكم عدد معين عشان كمان اقفل 1000 مشترك وابدا بقى في خطوات القناه، ونزل لكم بقى فيديوهات كتير قوي 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 وتحديات بقى والكلام ده كله، ونبقى لذات مع بعضينا لان خلاص فاضل لي حبه حلوين كده وامتحن وابقى فاضيه لكم. مش عايزه اطول عليكم برضو كون رغايه. هقفل دلوقتي لحد ما اليوم يعدي كده، وفي نص كام يوم وفي نص اليوم يعني هفتح لكم شويه حاجات اوريكم عملت ايه ووصلت لايه والكلام ده كله. ماشي يلا خليكم معايا. طيب الحمد لله كلت لحد بس ما الدكتور تيجي وكده. وعارفين لقيت ايه؟ في كل الاطعمه في ويتش اللي هو التاني. وكده يكون فيديو النهارده خلاص خلص. الحمد لله يعني كان يوم بسيط قوي، بس ما تفهموش هو حر ولا ساقع ولا ايه بالظبط. بس
بس انا فعلا حرانه وتعبانه جدا وعايزه انام. طبعا زي ما قلت لكم في الاول خالص ان انا مش نايمه كويس، مش قادره حتى افتح عيني. فان شاء الله يكون فيديو كده ظريف ولطيف ونزلته لكم عشان انا وحشتكم وانتوا وحشتوني. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم، ما يكونش تقيل على قلبكم وانا بتكلم كتير فيه، ويعني اكون فدتكم شويه في حاجه او غيرت فيكم حاجه شويه. لو انت اول مره تتفرجي عليا او انت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه عشان اوصل ل 500 مشترك. اشوفكم في فيديو جديد.